في حاجة اسمها قنابل المولوتوف، بتتعمل من البنزين، ازازة البنزين. لازم يكون في مجموعة بتحمي أي مظاهرة، يكون معاها سلاح، سكاكين أو بنادق. سمعت؟ استنى، هتسمع اكتر واكتر في اللي جاي، واللي تلمها بايدك احسن من اللي تلمها بسنانك. باكد تاني للناس، انا مش محسوب على اي جهة ولا نظام، انا مواطن زيك بالظبط، وعايز زيك او اكتر منك. ظروف البلد فبلاش الله لا يسيئك لا تتهمني او تخوني. ما بين هاشتاج مش نازلين ولا للفوضى، وبين هاشتاج هبدأ بالهتاف، وهاشتاج مش طالعين، وهاشتاج مش نازلين. تعال نحسبها على ارض الواقع. في تحديات قدام الشعب المصري، ايوه في، واللي يقول لك غير كده يبقى مش فاهم. اول التحديات امنك القومي في الفتره دي، فتره من اصعب المواقف اللي بتمر بيها مصر. في عدو مستني الفرصه من يناير 2011 وفي 30 يونيو، ولسه بيحاول. ووعيك يا مصري هو ده سلاحك، مهما يكون في ازمات اقتصاديه زي الكهرباء. بص يا ابن بلدي، مصر مش بتراهن الا عليك. الليله لما تفتح السوشيال ميديا بكل انواعها هتشوف حرب ما شفتهاش قبل كده. اللي سمعتوه هحط لكم جزء منه، وسعادتك براحتك تنزل ما تنزلش، خد قرارك. واقسم لك بالله ما انا لجنه ولا حد دافع لي زي ما شفت في بعض التعليقات. نسمع. زجاجة مولوتوف واحدة على الأربعة اللي فين جنب بعض شكرا. ولا لو حاطين 500 بوكس برضه هيبقوا خايفين، لأن لو بوكس واحد بس جه على مولوتوف واحد بس، البوكس ده شكرا، اللي بعده اللي جنبه اللي جنبه بالنسبة لهرتلة الخونة الذين ورددوا كثيرا سيقوم الشعب المصري بثورة. حقيقة لا توجد ثورات في مصر. الثورة القائمة في مصر فعلا هي بناء الإنسان وبناء الحضارة.